كيف كان تعامل غبطتكم عند صدور قرار اختيار غبطتكم بطريركا؟ دورنا في الكنيسة مهما كان هو موهبة من الله. الكنيسة مؤسسة حية، وتطور لا يقتصر على التكنولوجيا، إنما هناك أيضا تطور فكري. نحتاج إلى إعادة نظر شلون الكنيسة تتعامل مع هالأمور. إلى أي درجة تؤمن غبطتكم بدور العلمانيين في الكنيسة، وتحديدا شرائح الشباب؟ الكل يجمعهم شيء واحد، هو إيمان واحد وروح واحدة. كيف ستكون علاقة غبطتكم مع الأحزاب والتنظيمات السياسية لشعبنا أخنا السوري تحديدا؟ لن نتدخل في موضوع السياسة، لن نكون مع أي شخص ضد أي شخص آخر، أبوابنا مفتوحة للجميع. كيف تتمنون أو تأملون أن تكون علاقتكم مع أصحاب السماحة والفضيلة رجال الدين في الأديان الأخرى؟ سوف نعمل أنه يكون لنا علاقة احترام، مودة وعلاقات جيدة مع كل الإخوة الآخرين.